ايه يا عم، انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. الحقونا يا ناس، الحقونا. والله باين انك طلبتها وهتنولها يا جي اوسو. التيشيرت بتاع راندي اورتن اللي نازل عليه كلمة سترايك فيرست، والتيشيرت بيبين ان الشخصية بتاعت راندي اورتن هترجع هيل. والافظع من كده ان انت نفسك حاسس بالغدر وكاتب على الاكاونت بتاعك ان الايام الحلوة ولت، وكان بيشتاق للايام اللي كان فيها مسيطر. يلا بينا نشوف ازاي ممكن راندي اورتن يقلب على جاي اوسو، ومستقبل راندي اورتن وجاي اوسو لو الكلام ده حصل في سيرفايفر سيريز. خلاص كودي رودز حرق المفاجأة في عرض الرو زي ما شفنا كلنا، وعرفنا ان راندي اورتن هو العضو الخامس لفريقهم، وإن راندي أورتن هيرجع بعد غياب من 20 مايو 2022. ودي مناسبة جاي أوسو بطنه اتقلبت بسببها وركن على الحبل زي ما انتوا شفتوا. انا بريئة، انا مظلومة، انا مظلومة. قول بقى انا بريئة، قول انا اي حاجة مظلومة، اي حاجة مش هتغفر لك اللي هيحصل، لان لازم راندي أورتن يرجع على القصة القديمة. يا معلم القصة القديمة ان انت وكل البلاد لاين كنتوا السبب في اصابة راندي اورتن لما كان بيلعب هو ومات ريدل. فطبيعي ان راندي اورتن بما انه الفايبر، بما انه هيسترايك فيرست هيضرب الاول، يبقى لازم الراجل يقضي على خصومه حتى ولو كانوا أصدقائه. هل راندي أورتن هيعدي الموضوع ويمر مرور الكرام ويقلب لنا بعد كده؟ هل هيقلب سيرفايفر سيريز بمفاجأة كبيرة بعد ما كودي رودز حرق له المفاجأة أساسا؟ هنشوف اللي هيحصل ايه، ويلا نفكر مع بعض ازاي راندي أورتن ممكن يعاقب جاي أوسو. بما ان راندي اورتن اول مرة يلعب الوور جيمز، ومع انه اشترك في كل انواع الماتشات اللي يمكن نفتكرها وما نفتكرهاش، الا ان ده اول ماتش وور جيمز لراندي اورتن، والقواعد واحدة، معناها ان راندي اورتن لازم يدخل القفص هو وكل الفريق بتاعه ما عدا اول واحد هيبدأ، واستحالة راندي اورتن هو اللي يبدأ الماتش، فطبيعي راندي اورتن هيبقى مقفول عليه القفص هو وجاي اوسو. زي ما قلت لكم احنا بنفكر مع بعض. تخيلوا جاي اوسو وراندي اورتن يتقفل عليهم القفص ويفضلوا اخر 2 في الماتش، هل هيبقى الوضع بسيط؟ ممكن راندي اورتن يهبدوا RKO جوه القفص، او تتحول لمعركة جوه القفص والدنيا تبوظ، وهنا جاي اوسو يبقى ضحية لراندي اورتن، ويبقى الناس خلاص عرفت ان راندي اورتن لو دخل القفص هيدمر الدنيا. طبعا لو دخل القفص كده يبقى فيه فرصة للغدر بالباقيين، وبالشكل ده كمان هيبقوا حرقوا فرصة ان درو ماكنتاير يبان نجم في الماتش ده، فعلشان كده انا بستبعدها شوية. الحركة دي ممكن تخلي بقية الفريق بتاعه متوقع الغدر منه، فممكن تكون الحركة دي مستبعدة، لان في الحالة دي هيبقى كودي رودز وسيث رولينز وسامي زين واخدين احتياطهم منه جامد، فهتبقى اتحرقت فكرة ان راندي اورتن يعمل المفاجأة الكبيرة. ايوه المفاجأة حصلت بره الماتش لكن ما حصلتش جوه القفص، لما نشوف ممكن يكون في فرص تانية. الحاجة التانية انتوا قلتولي عليها في التعليقات ان راندي اورتن يدخل ويدي RKO لكل الفريق بتاعه ويخلي الجادجمنت داي ينتصروا في سيرفايفر سيريز وور جيمز، وده الفينش اللي اتعود عليه الجادجمنت داي، وهو ان يحصل خيانة في اخر لحظة وينتفعوا منها. ده السيناريو اللي نسبة كبيرة من الناس متوقعاه، فطبيعي طالما هم بيلعبوا على الفكرة دي فتوقع انه ما يحصلش ان راندي اورتن يغدر على الجميع. الافضل بقى ان راندي اورتن يدي RKO لكل الخصوم اللي يقدر يوصل لهم سواء من الفريق بتاعه او الفريق اللي بيلعب ضده، ويركز على سيث رولينز علشان يكون راندي اورتن عنده فرصة للعب على بطولة العالم من اول لحظة يحط فيها رجليه على حلبة مصارعة،
بعد سنة ونص تقريبا، وده يبقى أفضل سيناريو نقدر نخلي راندي أورتن بيه يرجع بطل للعالم، ويحاولوا ان هم بقى يكسروا الرقم بتاع ريك فلير زي ما قلت لكم قبل كده، لان ريك فلير خلاص بقى في AEW، يبقى لازم رقم 16 مرة بطل للعالم ده ينتهي، واقرب واحد يقدر ينهيه هو راندي أورتن. لو فاز 3 مرات كمان يكسر الرقم ويبقى فاز ببطولة العالم 17 مرة، بما ان جون سينا ما عندوش رغبة انه يكمل في عالم مصارعة المحترفين زي ما انتوا شفتوا. ممكن راندي أورتن ينتقم من جاي أوسو بشكل تاني، وممكن يسيب درو ماكنتاير يخلص على جاي أوسو وهو واقف يتفرج، وبعد كده ينهيها بRKO على الحلبة، وبكده يبقى برضه تسبب في خسارة فريقه، وانتقم من جاي أوسو بإيدين درو ماكنتاير اللي لسه متحول هيل ومحتاج ان الناس تبقى معاه هو كمان. وكمان راندي أورتن يستفيد من كده انه هو خلاص ما عادش ليه صاحب وهيبقى حر، ويكمل السيناريو زي ما قلت لكم برضه، ويقرب من بطولة العالم. ناس كتير متوقعة ان راندي أورتن يروح سماك داون، وانا بتمنى انه يفضل في عرض الرو لان هيكون فيه منافسة حقيقية. الموضوع بقى اللي احنا متعودين عليه من راندي أورتن انه يهاجم جاي أوسو في الكواليس، ونلاقي جاي أوسو ميت، وكل الناس ساعتها هتفكر وتقول درو ماكنتاير هو السبب، بما ان درو ماكنتاير مش عايز يسيب جاي أوسو. بس في الحالة دي برضو راندي أورتن عودته هتتحرق، لأن جاي أوسو في الحالة دي هيبقى خارج اللعبة، والكل متوقع أن راندي أورتن يعمل معاه حاجة، إلا لو كملوها وخلوا جاي أوسو يوصل بأعجوبة للماتش ويدخل القفص، وساعتها ياخد RKO ويبقى برضه مفاجأة. قولوا لي انتوا بقى شايفين مستقبل راندي أورتن ازاي؟ بطولة للعالم، ولا يروح لرومان رينز اللي مش موجود اساسا ويلاقي نفسه تايه زي ما كيفن أوينز بقى تايه، زي ما كل المصارعين الكويسين ما عندهمش حاجة ينافسوا عليها؟ طيب اللي بقى بعيد عن الموضوع وهو محل الأحداث من البداية، جاي أوسو عايز ايه؟ جاي أوسو في آخر اللقاء يا جماعة قال ان هو بيتمنى ان هو يعمل زي كل افراد عيلته العظماء، عايز يبقى بطل للانتر كونتيننتال. ففكرة ان راندي أورتن يغدر بيه ويخرجه بره قصة الفرق دي فكرة ممتازة جدا، هتخلي جاي أوسو اصلا يلعب ماتشات فردي، وده اللي احنا بنتمناه. فجاي أوسو قال ان هو نفسه يلعب قدام جونثر ويبقى بطل للانتر كونتيننتال زي اوماجا، زي كل المصارعين العظماء من عيلته اللي كانوا ابطال للانتر كونتيننتال، وزي مثله الاعلى ريزور رامون وشون مايكلز اللي كانوا ابطال للانتر كونتيننتال وعملوا قيمه للقب ده زمان. فجاي أوسو عايز قبل ما يلعب ضد جيمي في ريسلمانيا يكون بطل للانتر كونتيننتال. والله فكره كويسه، ويا ريت الكلام ده يحصل مع جاي أوسو، وهيطلع ماتشات محترمه جدا قدام جونثر، ويخلي اللقب كمان يزيد قيمته بعد ما بان ان لقب عليه منافسه محترمه وفي نجوم كبار بيسعوا ان هم يوصلوا للقب ده ملخص سريع. وجاي أوسو بصراحه ممتعنا بقاله 2-3 وانا مستمتع بالموضوع ده. وراندي أورتن لما يرجع خساره ان هو يرجع يتحط مع فريق او يبان ان هو تايه او يتحط في سماك داون، هو لازم يرجع يلعب على لقب لان الناس متوقعه منه كده. ولو هيروح سماك داون يا ريت الاخ رومان رينز يجيله استدعاء ولي امر ويحاول ان هو يجي لنا علشان يلعب قدام الراجل اللي لو خد منه الحزام هنصدقه بنسبه 100%، بعد ما عملنا بالونه كبيره قوي مش عارفين مين اللي يقدر يفضيها. تابعونا على قناه المصارع، تنساش لايك وشير وسبسكرايب. مع تحياتي محمد مصطفى.